هنعمل النهاردة مشروب خطير، مشروب شتوي رائع، بيدفي بيشبع، ما فيش غنى عنه في الشتاء، ريحته جميلة. والنهاردة عاملينه بطريقة مختلفة، عاملين سحلبيلة، سحلب بالبليلة. جبت كوباية وربع من قمح البليلة المقشور، نقيته غسلته ونقعته في مية لمدة 6 ساعات مية سخنة. بعديها صفيته من مية النقع وشطفته تاني بقى معايا بالشكل ده. هغلي مية كده على النار وهسقطه فيها. مية البليلة، مية سلق البليلة بتبقى ضعف البليلة نفسها، يعني دي كوباية ونص، دول 3 كوبايات من المية. غلت البليلة لمدة ربع ساعة على النار بالشكل ده. هطفي عليها النار واغطيها واركنها لمدة 2 3 ساعات في المية، تكون سايباها من بالليل للصبح، او لو ما عندكيش وقت سيبيها لمدة ساعة واحدة بس. بعد مرور 3 ساعات على البليلة بالشكل ده، او من بالليل للصبح، هنلاقيها شربت كل المية بالشكل ده. هاخدها اصفيها من المية دي واحط مية جديدة بتغلي عشان اكمل تسويتها فيها. صفيت البليلة، ضفت عليها كوبايتين مية مغليين تاني. هسيبها على نار هادية تكمل تسويتها، مش تاخد معاكي اكتر من ربع نص ساعة بالكتير قوي، وتكون استوت سوا كامل. هنعمل بودر السحلب، المشروب الرائع اللي احنا كلنا بنحبه في الشتاء وبيدفينا. هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة، مكونات سهلة. هجيب نص كوباية نشا، نص كوباية لبن بودر، ربع كوباية كريم شانتيه، ربع كوباية سكر بودر، باكت فانيليا. هضيف عليهم شوية من جوز الهند، شوية من السمسم. هنخلي السوداني والزبيب نحطهم على وش المشروب بتاعنا. لو حضرتك هتخلي المشروب ده لفترة طويلة، يفضل انك تحمصي كل المكسرات اللي هتحطيها، سواء السمسم او السوداني او اي مكسرات تانية عندك، تاخديها على طاسة سخنة بدون اي مادة دهنية. درنا البودر بتاع المشروب الشتوي بتاعنا الرائع، مشروب السحلب الجميل. دول كوبايتين من اللبن بالمج ده، كوبايتين من اللبن. في الطبيعي في العادي ان احنا بنعمل مشروب السحلب لكل كوباية من اللبن معلقتين من البودر عليهم، لكن انا هنا هعمل بس لكل كوباية معلقة واحدة بس، لان انا عايزاه مشروب متوسط القوام، لا هو خفيف ولا تقيل. هعمله نحط كده واحد. هندوب كده معلقتين السحلب على كوبايتين اللبن. الاول هندوبهم كويس على البارد وبعدين نرفعهم على النار. رفعتهم كده على النار، هفضل اقلب فيهم لحد ما السحلب يغلي والنشا تستوي معايا، بعدين اطفي عليهم النار. عايزين القوام يكون متوسط يا جماعه، ما يكونش تقيل. بدأ السحلب يغلي معايا بالشكل ده، هقلبه تقليبتين واسيبه يغلي 3 4 مرات لحد ما النشا يستوي. جهز معايا بالشكل ده مشروب السحلب، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، قوام وسط اهو. هنبدأ بقى نجهز المشروب بتاعنا. هغرف شوية من البليلة بالشكل ده، سواء في طبق او كوبايات كده، وهضيف عليهم السحلب بالشكل ده. المشروب الروعة الخطير بتاعنا بقى جاهز، مشروب تحفة.